انت دلوقتي حوشت 500 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه وعاوز تحطهم في حاجة عشان يبقوا كتير كده، تعمل ايه؟ الفيديو ده هقولك على اجمد اصول ممكن تحط فيها فلوسك بحيث انها تكبر وتجيب لك عوائد، وكمان هقارن لك بينهم كده عشان ما تحترش، وهديك نصايح من تجارب شخصية. المقارنة هتكون من ناحية اقل راس مال ممكن تبدأ بيه، والمخاطرة والخبرة المطلوبة، وكمان هنتكلم في الاخر عن ايه حلال وايه حرام، وده طبعا من خلال البحث اللي عملته، ما تخافش مش هفتي. وهي دي الاوبشنز اللي عندك من الاصول. اول حاجة الذهب والبورصة والعقارات والشهادات البنكية. مال الله الذهب طبعا. لو سألت أي حد إيه أحسن استثمار ممكن تحط فيه فلوسك، أول إجابة هتيجي في دماغه هي الذهب، وده لأن الذهب من العصر الحجري وهو بيعجب البشر، حاجة كده جميلة وملمعة زي عيونك بالظبط. بس لحد دلوقتي الذهب يعتبر ملاذ آمن. كل ما يحصل أي حاجة في العالم، حرب، روسيا تضرب أوكرانيا، الذهب يغلى، انتخابات في امريكا الذهب يغلى، وباء زي كورونا الذهب يغلى. فالذهب هو ملاذ امن لاي مستثمر او اي حد بيحط فلوسه في اصل امن، ما بيتاثرش بالمشاكل، بالعكس ده بيزيد قيمته كل ما بيحصل اي مشكله او اي توتر في العالم. الفيديو الجاي هنتكلم بالتفصيل عن استثمار الذهب في مصر، بس خلينا نقول ايه اقل راس مال تبدا بيه لو انت حابب تستثمر في الذهب في مصر. عشان يكون معاك ذهب كده انت ماسكه في ايدك، لازم على الاقل يكون معاك 8 جرام او نص جرام على الاقل، اللي هو باسعار النهارده حوالي 2500 جنيه مصري. لكن تقدر تشتري شهادات بارقام اقل من كده بكتير، ممكن تبدا من 50 جنيه مثلا، لكن ساعتها العمولات بتكون كبيره شويه، لان الشركات اللي بتصدر شهادات الذهب دي بتاخد منك عمولات اكتر شويه من مصنعيه الذهب لو انت اشتريته بالفعل. اتفقنا الفيديو اللي فات ان مع المخاطره بيجي ربح، مور ريسك مور ريورد، يعني كل ما تخاطر اكتر كل ما فرصه الربح تكون اعلى. لكن لو جينا نشوف استثمار الذهب هنلاقي ان المخاطره فيه متوسطه، وكمان مقارنه بالاصول التانيه ممكن يكون الارباح بتاعته متوسطه. اما لو هنتكلم عن حاجه زي السيوله، فالذهب سيولته عاليه، بمعنى ان في اي وقت حابب تبيع الذهب هتروح لاقرب محل وتبيع الذهب اللي معاك وهيدي لك ثمنه. اما عن الخبره المطلوبه في الذهب فهي حرفيا صفر، او هي منخفضه جدا جدا. لو معاك اي مبلغ تقدر تروح تشتري بيه ذهب بكل بساطه. تاني سوق موجود واللي يعتبر من أقوى الأسواق هو سوق البورصة. الشركات اللي أنت بتشتري منتجاتها كل يوم، سواء للأكل أو اللبس أو حتى استخدامات تكنولوجية زي شركة وي أو شركة فوري، شركة عبورلاند، شركة دومتي، كل الشركات المصرية دي أنت تقدر تقول مالك بجزء منها أو بحصة منها عن طريق شرائك لسهم في الشركات دي. وزي ما اتعلمنا الفيديو اللي فات بنكسب بطريقتين: زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح اللي الشركات دي بتوزعه من أرباحها السنوية. تقدر بقى تستثمر في البورصة بمبلغ قليل جدا، تقدر تبدأ بأقل من 100 جنيه، وفي منصات كتير ممكن تعمل فيها إيداعات بمبلغ أقل من كده وتخليك تستثمر وتمتلك فعليا في البورصة المصرية، وهنتكلم عنها الفيديو الجاي. بس طبعا معظم شركات السمسرة أو البروكرز في البورصة بيفضلوا إن أنت يكون معاملاتك بمبلغ كبير شوية، لأن كل ما زاد رأس مالك كل ما العمولات بتاعتهم نسبتها هتقل من الصفقة بتاعتك. لكن المخاطرة في البورصة مرتفعة جدا، ممكن تكسبك أضعاف رأس مالك وبرضه ممكن تخسرك نص رأس مالك في وقت قليل جدا. لكن مع المخاطرة العالية ممكن تيجي فرصة ربحية عالية. السيولة بقى في البورصة سهلة جدا، انت في اي وقت عاوز انك تبيع السهم بتاعك بتكة زرار برضو زي ما اشتريته هتقدر تبيعه، وفي الفلوس دي تقدر تسحبها لحسابك البنكي او تخليها كاش معاك في لحظات قليلة جدا، حتى مش هتكلف نفسك مشوار انك تروح لمحل الذهب زي ما عملنا في الذهب. لكن نيجي بقى لنقطة الخبرة المطلوبة في سوق البورصة، وهنا يجي ان الخبرة اللي احنا محتاجينها عشان نحط فلوسنا في البورصة هي خبرة عالية جدا. محتاج تتعلم كده شوية اساسيات وحاجات معينة قبل ما تحط فلوسك في اي سهم، محتاج تعرف ازاي تقرا السهم وتحط فلوسك في السهم الصح في البورصة. لكن ده طبعا اتحل بالصناديق المجمعة او الصناديق الاستثمارية في البورصة، وهي انك تحط فلوسك في صندوق. الصندوق ده بيجمع بين افضل وليكن 30 شركة في مصر، تقدر انك تحط فيهم فلوس، فهو يوزعهم على الشركات اللي موجودة دي، وتقدر ان انت بمبلغ قليل جدا تقدر يكون عندك ملكية في كل الشركات دي. عايز اقول لك بقى ان 90% من مليارديرات العالم، اللي انت هتبقى واحد منهم ان شاء الله وانا كمان يا رب، بيشتغلوا في العقارات او بيستثمروا فيها بشكل مباشر. العقارات سوق كبير جدا وهو من مفاتيح تحقيق الثراء، لكن طبعا عشان تبدا في السوق العقاري انت محتاج راس مال اكتر بكتير من راس المال اللي انت محتاجه عشان تدخل سوق زي البورصه او انك تشتري ذهب. ممكن تشتري اسهم في عقارات، وفي دي حاجات بتقدمها شركات كتير جدا في مصر وهنتكلم عنها برضو في فيديو. لكن لو حابب تمتلك وحده خاصه بيك، حتى لو كانت الوحدات المدعمه اللي بتقدمها الدوله، فانت برضو محتاج يكون معاك مقدم كبير نسبيا اللي بيوصل لحوالي 30,000 جنيه. وكمان على عكس باقي الاستثمارات انت هتحتاج تدفع اقساط للعقار ده، فهو ممكن يكلفك على المدى الطويل. المخاطره بقى في العقارات ممكن نقول عليها برضو متوسطه، وكذلك الربحيه. لكن ممكن نقول حاجه تانية عن العقارات، انها متنوعه مش بس متوسطه، يعني على حسب العقار ممكن
يتضاعف ثمنه بشكل سريع جدا، أو أنت كنت متوقع إن سعره يغلى فعلا لكن بيحصل عكس توقعاتك وسعره مثلا بيفضل زي ما هو أو بيغلى بنسبة قليلة. أما عن السيولة اللي أنت محتاجها في العقار، فمش معنى إن أنت عاوز تبيع النهاردة العقار بتاعك إن أنت تقدر تبيعه في نفس اليوم. طبعا السيولة منخفضة شوية ومحتاج إن أنت تستنى شهر أو 2 لحد ما العقار بتاعك تقدر إن أنت تسيل فلوسه أو ترجعها فلوس حقيقية، على عكس الذهب والبورصة. الخبرة بقى المطلوبة في السوق العقاري برضو محتاجة خبرة عالية شوية، أو إنك تعتمد على وسيط أو سمسار، وده يقدر إنه يخلص لك أي ديل أنت محتاجه في العقارات، لكن طبعا قصاد نسبة. أما بقى عن الشهادات البنكية، أنت لو قاعد في بيتك ما بتعملش أي حاجة، مش هتشغل بالك بقى الذهب سعره طلع ولا البورصة وقعت أو حصل حاجة في العقار. كل شهر بيدخل لك فلوس ثابتة مضمونة بنسبة 100%. هي دي الشهادة البنكية، أو إنك تحط فلوسك مثلا في سندات أو حساب توفير في البنك. وتقريبا ممكن تبدأ بمبلغ بسيط إنك تعمل شهادة أو وديعة، ممكن يبدأ ب1000 جنيه مثلا في معظم البنوك المصرية. طبعا المخاطرة تقريبا صفر، منخفضة جدا جدا، مفيش أي مخاطرة أنت بتعملها في الشهادة البنكية. لكن مع ده الربحية هي ثابتة، هي الحاجة اللي انتم متفقين عليها في الأول، أو هي هتكون ربحية منخفضة حتى لو الشهادة عائدها متغير. أما عن السيولة فدي بتختلف على حسب الوديعة أو الشهادة اللي انت عملتها. ساعات البنوك بتبقى يعني رابطة فلوسك في البنك لمدة السنة أو المدة اللي انت متفق عليها مع البنك، وساعات لو انت سحبتها مثلا بدري عن ميعادها بيحصل عليك عقوبة أو غرامة، فتسحب 80% بس من الفلوس او رقم اقل من المبلغ اللي انت عملت له ايداع. فنقدر نقول ان السيوله برضو منخفضه. لو جينا بقى نتكلم عن الخبره المطلوبه فهي لا شيء حرفيا، ابسط كمان من الذهب. انت ممكن في الذهب تشغل بالك الذهب هيعلى ولا هينزل، اما الشهاده البنكيه انت مش محتاج اي حاجه، تحط الفلوس وتستنى تقبض كل شهر. دي اهم اصول تقدر تستثمر فيها في مصر. لكن في اصول تانية استثماريه مهمه جدا في العالم، وهي العملات المشفره زي البيتكوين والايثيريوم، لكنها للاسف غير قانونيه في مصر في الوقت الحالي. فلو انت من بلد متاح فيها انك تشتري الاصول الرقميه دي، فخلي بالك مخاطرها عاليه جدا جدا، ممكن تفقد نص قيمتها في يوم واحد، لكن برضه ممكن تعمل لك مكاسب كبيره في نفس اليوم، فخلي بالك. وبرضه لو انت تقدر تحصل على اي مخزون من عمله احتياطيه زي الدولار او اليورو، فده هيكون كويس جدا لمحفظتك الاستثماريه، لكنها برضه محتاجه منك دراسه لاخبار السوق وللاخبار الاقتصاديه في العالم. اخر حاجه بقى هتكلم عليها النهارده هي جزء الحلال والحرام بين الاصول الاستثماريه دي على حسب البحث اللي انا عملته. لكن طبعا قبل ما تحط اي فلوس في اي اصل لازم تعمل بحثك الشخصي، ولازم تعمل استقصاء كويس وتسال شيخ او عالم او اي حد انت واثق فيه. انا هقول لك الحاجات اللي مفيش عليها تقريبا اي جدل، والحاجات اللي انت ممكن تعمل عليها بحث اضافي لو انت هتستثمر فيها. اول حاجه انك تشتري الذهب بفلوس معاك محوشها، مثلا انك تروح لاي محل ذهب وتشتري الذهب بشكل فعلي. دي حاجه تقريبا مفيش عليها اي مشكله او اي جدال ما بين اي من العلماء. دي تقريبا حاجه مفيش عليها اي خلاف او اي مشكله. بكل بساطه بيبقى معاك مبلغ بتروح تشتري بيه ذهب بس. لكن اللي انت محتاج تعمل عليه بحث واللي عليه فعلا جدل كبير ان انت تشتري ذهب بالدين او بعقد مؤجل، وكذلك شراء الذهب بالتقسيط، دي برضو حاجه عليها جدل كبير. اما عن تبديل الذهب في نفس اللحظه، انك تبيع ذهب وتستلم مكانه ذهب تاني، دي برضو حاجه ليها ضوابط شرعيه محتاج تعرفها كويس قبل ما تعمل حاجه شبه كده. نيجي بقى عن البورصه، انك تشتري جزء من ملكيه شركه ويكون ليك ارباح من الشركه دي حاجه برضو مفيش عليها اي مشكله طول ما الشركه دي ممارساتها حلال. ولو هتحط فلوسك في صندوق استثماري في البورصه، ففي صناديق بتبقى منطبقه للشريعه ومراعيه الحلال والحرام، تقدر انك تدور على الصناديق دي وتحط فلوسك فيها. في مفاهيم مش شائعه قوي في البورصه زي البيع على المكشوف او الشورت سيلينج، دي برضو ممكن يكون عليها شويه جدل، حاول تعمل عليها بحث لو هتدخل في حاجه شبه كده. اما السوق العقاري فعلى حسب طريقه التمويل اللي انت هتعملها، ولو كان تمويل بنكي فده برضو حاجه عليها جدل ومحتاج تعمل بحثك الخاص لو هتشتري حاجه عقاريه وهتاخد تمويلها من بنك. اما لو معاك ثمن العقار بالكامل وهتدي ثمنه لصاحبه او هتدي ثمنه لصاحبه على دفعات، فبرضو ده ما فيهوش مشكله. نيجي بقى للشهادات البنكيه، دي حاجه عليها جدل واسع جدا جدا، والجدل ده ما بين علماء كبار سواء كانوا في دار الافتاء او في الازهر او حتى علماء دين مشهورين ما بيننا، وفي شهادات بعوائد متغيره وفي شهادات من بنوك اسلاميه. فالموضوع ده كبير جدا جدا وواسع جدا جدا، وفي حالات كتير وفي شيوخ تناولتها بالتفصيل، فبرضو اعمل بحثك بالتدقيق في الجزء ده بالذات. ودي كانت مقارنه سريعه بين اكتر اصول انت ممكن تشتري فيها في مصر وتكون بالنسبه لك استثمار كويس وتحقق لك عوائد خرافيه. لكن خليك فاكر ان في قاعده اساسيه في الاستثمار دايما بنتكلم عنها، وهي التنويع. اوعى تشتري في حاجه واحده بس بين كل الاستثمارات اللي اتكلمنا عنها النهارده. حتى لو انت بتفضل حاجه عن حاجه، فدايما تفاضل بينهم على اساس ان نسبه الفلوس بتاعتك اللي انت هتحطها في كل واحده فيهم. مثلا لو بتحب الذهب اكتر شويه حط فيه 50% من محفظتك، لو بتحب البورصه اكتر شويه ممكن تغامر بجزء كبير من فلوسك في البورصه، لكن دايما تنوع ما بين الاصول بتاعتك.
وهقول لك الفيديوهات الجايه كل اصل من دول ازاي تبدا فيه بالفعل حتى لو راس مالك صغير. شكرا ليك، اشوفك الفيديو الجاي. باي.